احنا النهارده هنتكلم عن اسطوره من اساطير الملاكمه اللي موجوده على مستوى العالم. هنتكلم عن محمد علي كلاي، البطل الامريكي المسلم اللي استطاع ان هو يحقق اعلى بطولات في الملاكمه ما حققهاش حد تاني. مع ان محمد علي كلاي زي ما هنشوف في بقيه الحلقه كانت ظروفه صعبه جدا، وكانت الحياه عنده صعبه جدا، وكان عنده مشاكل داخليه ونفسيه صعبه جدا، تغلب عليها وقدر ان هو يبقى بطل من ابطال الملاكمه. خليكم معانا بعد الفاصل ونشوف محمد علي كلاي. احنا هنبدأ بسي في عن محمد علي كلاي. محمد علي كلاي اتولد سنة 1942 من أصل زنجي. يعني ايه أصل زنجي؟ أمريكا قبل بداية النهضة بتاعتها بدأت إنها تبعت الأساطيل بتاعتها على أفريقيا عشان تبدأ تخطف الزنوج دول من أفريقيا عشان يجوا يخدموا في أمريكا ويقوموا بالأعمال اللي ما يقدرش يقوم بيها المواطن الأمريكي. فجابت اللي هم الزنوج دول اللي هم السود ودخلتهم امريكا عشان تستعبدهم وتعاملهم معامله سيئه جدا ويقوموا بالاعمال اللي فيها مجهود بدني ضخم جدا واعمال فيها عنف جدا. وطبعا كان الامريكان بيعاملوا الزنوج دول معامله المواطن من الدرجه الخامسه. امريكا جمعت الزنوج كلها في ولايه اسمها ولايه كنتاكي، وكان عددهم 12 مليون زنجي. كانوا عايشين في جو من الخوف ومن الرعب من سوء تعامل الامريكان معاهم. نشأ محمد علي كلاي في الجو ده، وعلى فكرة هو اسمه كلاي وده معناه الطمي باللغة الإنجليزية. هم كانوا مسميين كل الزنوج عشان لونهم اسود بلفظ كلاي اللي هو معنى كلمة الطمي زي احنا ما قلنا. اوكي. ام محمد علي كان عندها رعب شديد جدا، وكانت بتجي لها حالات نفسيه لما بتشوف قطه سوداء او بتشوف بطه سوداء. ونشأ محمد علي في جو الخوف ده داخل امريكا. لكن محمد علي الخوف ده تغلب عليه اكتر من اللازم، وكان شخصيه خوافه جدا لغايه ما حصلت له حادثه غيرت حياته من محمد علي كلاي اللي بيخاف لمحمد علي كلاي بطل العالم. الحادثه دي ايه؟ هنقولها بعد الفاصل، خليكم معانا. محمد علي كلاي بدأت قصة النجاح الخاصة بيه من واقع حصلت له في المدرسة. محمد علي كلاي أولا وهو في ابتدائي كانت تلامذة زمايله بيعاملوه معاملة سيئة جدا، وكانوا دايما بيطلعوا وراه وبيضربوه. لكن هو ما كانش بيقدر يواجه المشاكل دي، وما كانش بيقدر يواجه زمايله ولا يدافع عن نفسه لأنه كان بيخاف جدا. لكن في يوم من الأيام العجله بتاعت محمد علي كلاي اللي كان راكنها قصاد المدرسه اتسرقت. فمحمد علي كلاي شاف الحرامي اللي سرق العجله لكن خاف يجري وراه وخاف ان هو يواجهه. في الوقت ده محمد علي كلاي كان عنده 12 سنه، كان لسه صغير ولسه طفل في سنك كده وانت بتتفرج علينا. محمد علي كلاي راح للشرطي وقال له انا العجله بتاعتي اتسرقت وانا عارف الحرامي، فانا عايز حضرتك تيجي معايا وتمسك الحرامي. الشرطي رد عليه رد غير مجرى حياة محمد علي كلاي خالص. الشرطي رد عليه قال له ايه؟ قال له بص، انا مش هجيب لك العجلة، لكن انت لازم تتعلم رياضة معينة او رياضة يكون فيها قوة تقدر تدافع بيها عن نفسك، عشان خاطر لو الموقف ده حصل لك تاني تقدر تسترد العجلة بتاعتك ومحدش تاني يضحك عليك ولا ياخد منك حاجة. الكلمتين دول شكلوا مجرى حياة محمد علي كلاي. بدأ محمد علي كلاي ينتصر على نفسه. أهم حاجة في النجاح، في خطوات النجاح، إنك أنت تنتصر على نفسك الأول. لازم تعرف العيوب اللي عندك إيه وتنتصر عليها عشان تقدر إنك أنت تنجح في حياتك. من غير ما تنتصر على نفسك عمرك ما هتنجح في حياتك. محمد علي كلاي راح انضم لنادي عنده في الولاية في تدريبات الملاكمة، وكان بينزل الصبح كل يوم الساعة 5 الصبح على الشارع يجري ويتمرن لوحده، وبعدين يطلع على المدرسة بتاعته ياخد الوجبة الدراسية بتاعته كاملة. وكان برضه بيهتم جدا بالتعليم وبالدراسة، وبعدين يخلص المدرسة
ويطلع على النادي يكمل التمرينات بتاعته لغايه الساعه 9 بالليل، وكان ماشي على الكلام ده كل يوم. محمد علي كلاي مش معنى ان هو تفوق في الملاكمه وفي الرياضه ان هو اهمل الدراسه، لكن هو كان عنده مهاره مهمه جدا من مهارات التنميه البشريه اللي هي تنظيم الوقت. كان منظم حياته ومنظم وقته، وبدأ محمد علي كلاي يحصل على البطولات في الملاكمه بعد ما نظم وقته ونظم حياته وانتصر على العقبات اللي موجوده في نفسيته، وهي الخوف من الناس والخوف ان هو يواجه اي ظرف ممكن يقابله في حياته. محمد علي كلاي استمر في التدريبات الخاصه بالملاكمه بتاعته في النادي وبالنهار وبعد الدراسه، وكان يستمر في التدريبات حتى في ايام الاجازه الخاصه بيه. مش كده وبس، محمد علي كلاي وهو عنده 18 سنه سنه 1960 قدر ان هو يحقق اول بطوله عالميه ليه في الملاكمه، وحصل على الميداليه الذهبيه في الاولمبياد. انت متخيل شاب عاش في الظروف دي اللي هي اصعب من اي ظروف انت عايش فيها، قدر ان هو ينتصر على الخوف اللي جواه، كان بيخاف من كل حاجه لكن انتصر على الخوف اللي جواه ونجح وحقق اول بطوله عالميه اولمبيه في الملاكمه، وحصل على المركز الاول. لان هو من جواه كان عايز ينجح، كان لازم يحارب الخوف اللي موجود جواه. انت بتخاف من كام حاجه وما حاربتهاش وعايش معها، انت ليه عايش مع الخوف؟ انت ليه عايش مع المشاكل اللي موجوده عندك ومش قادر انك انت تنتصر عليها؟ انت عارف ليه؟ عشان انت مش عايز تاخد خطوه، انت مش عايز تقوم من مكانك وتبدا تحارب المشكله اللي انت بتواجهها كل يوم. اللي عايز ينجح لازم يحارب المشاكل اللي موجوده عنده وياخد خطوه في طريق النجاح. اي حد هياخد خطوات في طريق النجاح وهيحارب المشاكل اللي موجوده عنده لازم هينجح. مفيش حد هيبذل مجهود في حاجه وما ينجحش. سنة الحياة ان اللي هيبذل مجهود لازم ينجح. محمد علي كلاي ما اكتفاش طبعا بالبطولة دي. محمد علي كلاي بدأت تتعدد عليه اللي هي البطولات. محمد علي كلاي لعب 57 مباراة ملاكمة فاز فيهم كلهم، منهم 37 مباراة فاز فيها بالضربة القاضية. الضربة القاضية يعني هو بيخلي الخصم بتاعه بينسحب أثناء المباراة، ودون طبعا دليل على قوة محمد علي كلاي. هل انت متخيل ان محمد علي كلاي اللي ما قدرش يجري ورا اللي سرق العجلة بتاعته بقت الناس كلها ابطال العالم في الملاكمة بتهاب انها تلعب معاه، بتنسحب من قدامه لان هو اولا انتصر على نفسه. احنا هنتكلم بعد الفاصل عن بقية انتصارات محمد علي كلاي وعن موقفه من حرب فيتنام وعن دخوله الاسلام. خليكم معانا بعد الفاصل. محمد علي كلاي استمر في تدريباته واستمر في ان هو يحصل على البطولات المحلية والعالمية. سنة 1964 محمد علي كلاي في قمة مجده كان عنده 22 سنة. في الوقت ده امريكا دخلت في حرب بتعتدي بيها على بلد تانية اللي هي اسمها حرب فيتنام. ما كانش لامريكا حق فيها، لكن هي دخلت في الحرب دي بتناصر جماعة من جوه البلد ضد الحكومة اللي موجودة في البلد دي. محمد علي كلاي طلبوا منه ان هو يدخل الجيش عشان يدرب القوات على لعبة الملاكمة. محمد علي كلاي رفض ان هو يشارك في الحرب دي او في تدريب العناصر والقوات اللي هتحارب، ورفض فكرة اعتداء امريكا على دولة تانية، وده ادى الى ان الحكومة الامريكية نزعت منه اللقب بتاعه بتاع بطل العالم لمدة 5 سنوات كعقاب ليه. محمد علي كلاي في ال5 سنوات دول ما توقفش وما يأس. اي انسان بيمشي في طريق النجاح ما يعرفش حاجة اسمها يأس.
ما يعرفش حاجة اسمها فشل، ما يعرفش حاجة اسمها التراجع، لازم يكمل في الطريق ده مهما نواجه من مشاكل وعقبات، لازم هيكمل في الطريق ده. ودي من أهم عناصر التنمية البشرية اللي موجودة في شخصية محمد علي كلاي، وفي أي حد عايز يمشي ويكمل في طريق النجاح. محمد علي كلاي ال5 سنين دول اتمرن فيهم أكنه كل أسبوع عنده بطولة، متخيل كده، وبيتمرن وبيزود في تدريباته وبيزود في الأحمال اللي كان بيشيلها وبيقوي في إيده لغاية ما رجعوا له اللقب تاني بعد 5 سنوات، وقدر ان هو يحصل في اول بطولة ليه بعد ما رجع له اللقب ان هو ياخد بطل العالم برضه. محمد علي كلاي لقب برياضي القرن. في الوقت ده محمد علي كلاي دخل الاسلام وقال ان هو هيوهب حياته لخدمة الاسلام والمسلمين، وبالفعل اتجوز زوجة تانية جديدة ودخل الإسلام وبدأ يؤدي الشعائر الإسلامية وبدأ يزور الدول الإسلامية وزار مصر. وكان معترض لما جه زار مصر إن الناس كانت بتهتف له كلاي كلاي، وقال يا جماعة أنا اسمي كلاي ما اسميش كلاي، وده اسم محمد علي الأصل اللي احنا قلنا في الأول إن هو معناه الطمي عشان هو زنجي. محمد علي كلاي كمل في بطولاته وهو عنده 40 سنة أصيب بمرض الشلل الرعاش، وده كان هيعجزه عن ان هو يكمل في بطولات الملاكمة، لكن هو ولأول مرة في التاريخ ان هو يتغلب على مرض الشلل الرعاش اللي جاله، ولعب بطولة ملاكمة بعد ما جاله المرض ده وهو عيان بيه وتفوق فيها برضه. انت عارف سرعة ضربة ايد محمد علي كلاي قد ايه؟ 900 كيلو متر. عارف يعني ايه سرعه ايده 900 كيلو متر؟ يعني سرعه الطياره. احنا لما بنمشي في الطريق الصحراوي بنمشي على 100 كيلو ونقول ان احنا كده ماشيين وان احنا كده بنجري، هو كان 9 مرات او 9 اضعاف السرعه دي اللي هي سرعه الطياره، وهو اسرع ضربه ايد على مستوى العالم اتقاست لغايه النهارده. محمد علي كلاي بعد كده اتعين سفير لبنجلاديش وبدأ يلف العالم وأدى مناسك الحج، وتوفى في لندن سنة 2016. لكن لما توفى محمد علي كلاي مش معنى كده ان قصته خلصت، قصته ممكن تبدأ تاني معاك. ممكن انت من النهاردة تعتبر محمد علي كلاي ده هو ده الأسطورة، هو ده القدوة اللي انت تتعلم منها عشان تقدر انك انت تحقق النجاح سواء في مجال الملاكمة او في اي مجال رياضي تاني او في اي مجال علمي.